السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير بصحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم البنات غادي نقترح عليكم كيك رائع البنات بواحد الطبقه اللي كريميه وبدون كريم او بدون شونتي، كتجي غزاله ورائعه. كنتمنى انكم تجربوها. بقوا معايا حتى الاخير ديال الفيديو. في واحد الاناء البنات كندير حبه ديال البيض متوسطه، كاس ديال الحليب، نص كاس السكر، نص كاس ديال الزيت، واحد رشيشه ديال الملحه. كنخلط مزيان هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم. ثم كنبدا كنضيف المكونات الاخرى اللي هي واحد الكيس ديال السكر الفانيليا وكيس ديال بودره الكاكاو من وزن 7 حتى 8 ديال الغرام. صافي هنا كنبدا كنضيف الدقيق. انا هنا دخلت لي كاس ونص ديال الدقيق البنات. نتوما غادي ديروا مثلا 2 كيسان تحطوهم حداكم، تضيفوا الكاس الاول والثاني كديروه على دفعات. كتحصلوا على خليط اللي يكون هو خفيف. المول نتاعي دهنته بالزيت، رشيته بالدقيق وخويت فيه داك الخليط، دخلته للفران يطيب. منين طاب البنات غادي نجبدو ونسقيه بواحد الكاس ديال الحليب ديال الحليب. وهنا غادي نوجد الكريمه نتاعي. الكريمه البنات نوجدوها حتى كيطيب الكيك، لان الكريمه كتعقد، ما يصلحناش الكيك يكون مازال ما طابش الكريمه تكون واجده. هنا درت نسيترو ديال الحليب مع فلون كراميل، وكنضيف معاه 2 معالق ديال كريمه ديال الباتيسير وجوج معالق ديال السكر. كنخليه فوق النار حتى كيقصح كما شاهدتوا. نجيب المول نتاعي اللي درت فيه الكيكه وسقيته بالحليب وكندير عليه داك الكريمه. هنا الطبقه الثالثه البنات كندير كاس ديال الماء وفلون ديال الشكلاط، وكندير 2 معالق ديال السكر سنيده اولا معلقه الذوق. السكر كيبقى على حسب الذوق. كنديرها فوق النار طيب مزيان البنات، ثم كنكبها على الخليط كيف ما شاهدتوا معايا في الفيديو. صافي وكندخلهم للثلاجه يبردوا. قسمتهم هكذا، زينتهم بهذا الكيك، بهذا البسكويت. التزيين كيبقى اختياري البنات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم المحفزه. واللي اول مره كتزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. ودائما كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.